اليوم اخوانا غادي نديرو تتمة ديال التمرين اللي كنا درنا ديال الدوال ديال الدراسة ديال الدوال. كنا حبسنا وحسوب اف بريم الدالة المشتقة لاف على دي ثم نحدد اشارتها. يعني دابا غادي ندخلو في الاشتقاق دابا باش نبداو نخدمو الاشتقاق وحسوب اف بريم. دونك اف بريم ديال الدالة كما قلنا يعني القواعد ديال الاشتقاقات ديال الدوال كل دالة وعنده الطريقة ديال الاشتقاق ديالها. دابا حنا غادي نخرجو الطريقة ديال هاد الدالة اللي عندنا هنايا كما تتشوفوا معنا هنايا. ثانيا شنو قلنا؟ نحسب اف بريم الدالة المشتقة لاف، حيت تنبغيو نحسبو اف دو اكس بريم ديال هاد الدالة اللي هي ناقص اكس زائد جوج على جذر اكس بلس ان. الاشتقاق ديال الدالة ديال اكس شنو تتساوي؟ الاشتقاق ديال اكس هو واحد، وهنا عندنا ناقص اكس هي ناقص واحد، يعني تتساوي هادي ناقص واحد زائد، حيت تكون عندنا دالة فيها الكسر وفيها الجذر في المقام. شنو تنديرو العلاقة ديال يعني كيفاش غنخرجو الدالة المشتقة ديال هاد الدالة هادي؟ الدالة ديال هادي شنو تنديرو هي جوج فوا عامل المقام اللي عندنا في الكسر اللي هو جذر اكس بلس ان هو تنديرو لو بريم، وعاوتاني تنضربو في الدالة اللي هي تنرومبلاصيو هاد الجوج عندنا تتولي هي ناقص واحد على جذر اكس بلس ان الكل او كاري. يعني تنديرو الاشتقاق ديال المقام ديال الدالة وفي المقام ديال الدالة تنديرو او كاري فوا ناقص واحد. هذا هو الاشتقاق ديال هاد الدالة اللي فيها الكسر وفيها الجذر لتحت. عاد الاشتقاق عاوتاني ديال اكس باش تنجمعوهم كاملين وتيعطيونا الاشتقاق ديال الدالة اف دو اكس. دونك في هاد الحالة غادي نهبطو شنو نلقاو؟ ناقص واحد زائد جوج فوا هاد اكس زائد واحد، يعني تعطينا واحد على جذر اكس بلس ان فوا واحد على اكس بلس ان. علاش؟ لأن الجذر طارت مع الاو كاري. يعني إلا راجعتو هنا من يعني الجذور المنية هنا عندنا جذر من رتبة جوج، هذا واخا نكتبو جوج هنا في الجذر يعني راه تعتبر جذر من رتبة جوج أس جوج. هي إلا بغينا نكتبوها بطريقة أخرى اللي هي إكس بلس أن أس جوج على جوج، وجوج على جوج هي واحد، يعني إكس بلس أن أس واحد هي إكس بلس أن. وتنبداو نديرو الحساب العادي ديالنا ديال الحساب. دونك هنا غادي تبقى ناقص واحد ناقص جوج ناقص جوج تطلع لنا للبسطة تبقى ناقص جوج لتحت. شنو غادي نديرو؟ المهم هنا عاوتاني ندوزو باش نديرو توحيد المقامات، غيبقى لنا ناقص واحد ونوحدو المقامات اللي هي الطريقة تنديرو هاد إكس جذر إكس بلس أن إكس بلس أن غادي تضرب في ناقص واحد اللي هي هادي هي تكتبات في المقام، ويبقى لنا هنايا الناقص غيدخل على الناقص تتولي زائد اللي هي عطاتنا هنا زائد جوج على هداك الشيء تيبقى في المقام. حيت جينا استنتجنا هاد الاستنتاج لقينا بأن الاشتقاق ديال الدالة خرج لنا سالب يعني ناقص، يعني الاشتقاق ديال الدالة يعني أصغر من الصفر ستريكتومون انفيريور ا زيرو. دونك إكس بلس أن اللي تيكون في المقام حنا ديجا عارفينو بأن أكبر تيكون موجب لأن فيه الجذر هنايا في هذا، والدالة كاملة راها سالبة. شنو تنستنتجو في هاد الحالة هادي؟ شنو تنستنتجو بالنسبة لهاد الحالة؟ غنشوفو. دونك هنا غادي نجيو لهنا نعدو دابا هاد البارتية. بالنسبة للاشتقاق راه درناه كيما قلنا خرجات عندنا الدالة سالبة فهاد اف بريم دو اكس. دابا في باء عندنا في السؤال الثاني باك ضع جدول لتغيرات الدالة اف. دابا الدالة اف درنا الاشتقاق لقيناها سالبة، الإشارة ديالها سالبة، حدد إشارتها، الإشارة ديالها لقينا أصغر من الصفر ديال الاشتقاق ديال الدالة. دابا ضع جدول التغيرات، غنديرو جدول التغيرات كما تتشوفو معنا هنايا. نحطو الإكس يعني الفوق، يعني شنو هاد ناقص واحد بلس لانفيني هو المجال ديال الدالة كما لاحظتو في الأول كنا درنا دي دو اف اللي هو ناقص واحد بلس لانفيني. وعلاش نديرو هاد جوج خطوط هنايا في الجدول؟ لأن ناقص واحد مداخلش في مجموعة التحريف، لأن عندنا المجال مفتوح. تيكون عندنا المجال مفتوح تنديرو هنا جوج خطوط، حيت تيكون مغلوق يعني راه داخل مع هذا تنديرو واحد الزارو هنايا في الوسط ديال الخط في الجدول. وفهنا تنديرو اف بريم دو اكس. الاشتقاق تيدلنا على الإشارة ديال الدالة، لقينا حيت درنا اف بريم دو اكس لقينا الإشارة ديالها سالبة، حنا درنا موان سيتادير شنو يعني الدالة عندنا اف دو اكس تناقصية، يعني ها هما كما تتشوفو جدول التغيرات تناقصية. وهنا حيت نديرو الصورة ديال المجال تعطينا هنايا في الاف دو اكس بلس لانفيني موان لانفيني، يعني بلس لانفيني موان لانفيني يعني في ار. دابا نديرو أوجد معادلة ديكارتية للمماس دي للمنحنى سي في إكس زيرو تتساوي صفر.
عندنا حنا واحد المعادلة ديكارتية تنعرفوها اللي هي إيكغيك، القاعدة ديالها هي إيكغيك تساوي إكس ناقص إكس زيرو